انا عايز افهم ايه العك الكروي اللي احنا شفناه الجوله دي؟ ازاي قمه ليفربول وتشيلسي تقلب ماتش ممل، وحرفيا اللي قاعد يتفرج على الماتش ده ضيع ساعتين من عمره؟ وليه مانشستر يونايتد قرر ينزل يلعب واحد من اسوأ ماتشات الموسم ده قدام ساندرلاند؟ وبص من الاخر كده، بعد اللي انا شفته من ارسنال في ماتش ويست هام ده، ارسنال لو خد الدوري السنه دي هيبقى اسوأ بطل في تاريخ الدوري الانجليزي كله. جوله ما انقذهاش الا ماتش مانشستر سيتي بسبب جوارديولا وعمر مرموش. ده طبعا كل اللي حصل في الدوري الانجليزي ده كوم، واللي حصل في الكلاسيكو في اسبانيا ده كوم تاني خالص. ماتش ريال مدريد وبرشلونه ده بقى واحد من ابرد الماتشات في العالم بعد ما كان اقوى ماتش في العالم. فانزل باللايك والاشتراك وتعالى اقول لك ليه الجوله دي كانت عباره عن تضييع وقت بس. والبدايه هتكون بماتش تشيلسي وليفربول اللي المفروض كان قمه الجوله، واللي حصل في الملعب كان متوقع. ده ماتش ما بين فريق في المركز الخامس وفريق في المركز التاسع. عايز الماتش يطلع عامل ازاي؟ تشيلسي ما كسبش ولا ماتش في الدوري الانجليزي تقريبا من ايام ما كان الاهلي متصدر الدوري عندنا في مصر. دخلت اشوف اخر 6 ماتشات لتشيلسي في الدوري لقيته بيشخل لي، فمشيت على طول رحت على ليفربول. فلقيت ايه بقى عند عمك ليفربول؟ لقيته في ماتش يكسب، ماتش يتعادل، ماتش يخسر، ماتش يخسر، ماتش يتعادل، ماتش يكسب، ولقيته في الاخر موجود في المركز الخامس اللي موجود فيه اصلا من ايام ما كانت اوضه ريال مدريد فيها سلكان. وفوق ده كله بقى ده الماتش بتعليق حفيظ دراجي، فطبيعي يطلع بالمنظر الراني فواكه اللي انت شفته ده. مع ان والله الماتش كان بادئ بدايه ورا اروع، وقدر ليفربول في اول 7 دقايق يسجل الجون الاول عن طريق جنبربرخ بتسديده ولا اروع من بره منطقه الجزاء، وبعديها على طول بدقيقتين في الدقيقه التاسعه فان دايك بيضيع انفراد من جوه منطقه الجزاء في كوره اقل وصف ليها عندما يتحول المدافع الى مهاجم، فهكذا تكون النتيجه بيصطاد حمام في السماء. وبالنسبه لتشيلسي فهو كان عمال يحاول ايه من بعيد لبعيد كده، يروح بهجمه يخطف شوطه من كوكوريلا، يخطف كوره من واحده من جواو بيدرو، لحد ما جت الدقيقه 37 وفاول من على الحته اليمين يلعبوا انزو فرنانديز تعدي من كل لعيبه ليفربول ولعيبه تشيلسي وتروح في الجون، ويبقى هدف التعادل بالنسبه لتشيلسي. وبعد الجون بدقيقه واحده على طول بالمر يودي جواو بيدرو انفراد، بس بدل ما يحط الكوره في الجون يحطها في الحارس اللي سميني سلمى لو عرفت انطق اسمي، مامار ديش ديفيلي. مامار ديش ديفيلي. قلت لك سميني سالم عرفت انطق اسمه ومستنيين اكمل. لا خلاص كان الماتش خلص. هو كل فريق كان بيجيب جون ويعمل هجمه بعديها، وبعد كده سالم الكوره اللي قدامه يجيب جون ويعمل هجمه، وبعد كده خلاص الماتش كده. صح افتكرت نسيت اقول لك ان تشيلسي جابت جون واتحسب تسلل عن طريق بالمر، فرد عليه ليفربول بجون جابوا كيرتيس جونز واتحسب برده اوفسايد، والماتش خلص على كده عادي جدا بنتيجه 1-1. الساعتين اللي انا ضيعتهم وانا قاعد بتفرج على ماتش ليفربول وتشيلسي دول تاني ساعتين انا زعلان عليهم في حياتي بعد الساعتين اللي كنت متمسمر فيهم في السينما بتفرج على فيلم تاج بتاع تامر حسني. فلو انت كنت محظوظ وما شفتش الماتش فتحمد ربنا وتقول الحمد لله وتعمل لايك. اما بقى لو انت كنت منزل اللي اتقدرت وشافت الماتش فانت ربنا يعينك وما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس. ونقفل كلامنا بقى على الماتش ده عشان مش هقعد اضيع عليه ساعتين من عمري وانا بتفرج عليه، واضيع كمان ساعتين عليه وانا بمنتجه عشان في الاخر تشيلسي ياخد اول نقطه ليه في الدوري من 7 ماتشات. ففكك بقى عن الماتشات الممله والقرف ده وتعالى نخش على الماتش الثاني معانا، وهو ماتش مانشستر يونايتد وساندرلاند، الماتش اللي امل منه. ثالث اوسخ ساعتين ضيعتهم في حياتي بعد الفرجه على فيلم تامر حسني وبعد ماتش تشيلسي وليفربول. ماتش حرفيا بين فرقتين شبعانين. مانشستر يونايتد نازل الماتش مش عايز اي حاجه، ضامن مركز ثالث، ضامن يروح يلعب في دوري ابطال اوروبا، مش عايز يلعب، مش فاضل له اي حاجه غير العرض بس اللي شبه النخله ده يحلق شعره وبعد كده يبقى مانشستر يونايتد مش عايز اي حاجه من الموسم. وعلى الناحيه الثانيه ساندرلاند خلاص ضمن انه يقعد في الدوري الانجليزي موجود في المركز ال 12، فنازل ايه يأدي واجب كده قدام مانشستر يونايتد. فنتيجه بقى الماتش الاثنين شبعانين يخلص بنتيجه 0-0، وطول الماتش ما تشاتش الا 4 كور على الجون، واحده من مانشستر يونايتد و3 من ساندرلاند، 2 قدر يتألق فيهم العملاق احسن صفقه مانشستر يونايتد عملها الموسم ده ليمنز، ثالثه جت في العارضه، بس كده هي جت في العرض او ما جاتش كده مش فارقه، لان مانشستر يونايتد زي ما قلت لك يخسر يكسب ومش فارق له اي حاجه الا بس العرض اللي شبه النخله ده اللي يا عيني هيستنى للموسم الجاي عشان يحلق شعره، لان الموسم بقاش فيه الا ماتشين ومانشستر يونايتد هيرجع يعد من الاول. وبصراحه انا شايف ان مش هنقعد نضيع وقت في الماتش الممل دول بين فرقتين شبعانين، فتعالى بقى نركن الماتش ده على جنب كده ونخش نتفرج على المتعه اللي بجد، وهو ماتش برينتفورد ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي لسه جاي الماتش اللي فات من تعادل، فهو داخل الماتش قدام برينتفورد ومش عايز يضيع اي نقطه في سباق الدوري. وعلى الناحيه الثانيه برينتفورد اللي موجود دلوقتي في المركز الثامن عايز يكسب الماتش او يتعادل عشان يلحق اي اتوبيس رايح اي بطوله اوروبيه الموسم الجاي. فيبدا الماتش ويكمل على نفس رتم الماتشين اللي قبله اذا كان ماتش تشيلسي او ماتش مانشستر يونايتد، وقعدنا نستنى 27 دقيقه بجد عشان نشوف كوره خطيره على مرمى الفريقين لحد ما جه المعلم دوكو في الدقيقه 28 وخد كوره من عند ركنيه وكلفت الباك ودخل جوه منطقه الجزاء وعملها بالعرض لهالاند، بس هالاند يحطها في ايد الحارس
الحارس ويضيع فرصه التقدم بالنسبه لمانشستر سيتي، عشان بعدها برينتفورد يفتكر ان الكوره ممكن تهاجم فيها مش ممكن يدافع بس، ويعمل هجمه منظمه خطيره وتروح الكوره لايجور تياجو ويروح انفراد على المرمى ويحط الكوره في الجون، بس تالق من عملاق دوناروما يقدر يمنع فرصه هدف اول كانت هتدربك الدنيا بالنسبه لمانشستر سيتي. ونسيت اقول لك ده العبيط سيمينيو كل ماتش لازم يحط كوره زي دي في السماء، تقريبا كده في حمامه مزعلاه، والماتش يفضل مكمل مانشستر سيتي معاه الكوره ومستحوذ من غير اي خطوره، ونوصل للدقيقه 58 وقتها بيب جوارديولا بيبص جنبه على الدكه بيلاقي عمر مرموش. قال له يا مرموش انزل يلا انت اللي هتجيب الجون اللي هيكسبنا يا حبيب اخوك، وفعلا بينزل عمر مرموش في الدقيقه 60 وتيجي الدقيقه 61 ويقدر مانشستر سيتي يسجل الهدف الاول عن طريق جيرمي دوكو بفينش ار2 ولا اروع. ما اعرفش ازاي واحد زي دوكو الزمالك ده في اخر ماتشين حط 3 اهداف ار2 الثلاثه اجمل من بعض، ده ما كانش بيعرف شوت يا جدعان والجون فاضي. بقول لك ايه يا جوارديولا، ما تاخد خوان بزيره كده تخليه يعمل زي الواد دوكو كده ونبيعه لك السنه الجايه ب 20 مليون ولا حاجه. تقول لي خد بس تعالى انت خدني في دوكا، ايه علاقه عمر مرموش بالجول اللي مانشستر سيتي جابه؟ احب اقول لك ان بعد نزول عمر مرموش بلحظات مانشستر سيتي يسجل الهدف الاول، ودي الحياه اللي انت هتعيشها بعد محمد صلاح في البريمير ليج. وبعد بقى ما مانشستر سيتي سجل الاول الماتش اتحرر، مش اللي في دماغك يا وسخ انا عارف، معنى الماتش اتحرر يعني الجو حر، قوم افتح المروحه بقى. انت عيل بيضان والله بضان. والمهم بقى يا معلم من بعد الدقيقه 61 مانشستر سيتي نصب السيرك في الملعب، وتيجي الدقيقه 74 العبيط سيمينو بياخد كوره يخش جوه منطقه الجزاء ويعمل بالعرض تتلخبط وتطلع وتنزل والحارس يصد لحد ما الكوره تخبط في كعب رجل هالاند او هو اللي حطها، ويبقى الهدف الثاني بالنسبه لمانشستر سيتي. بس برده الماتش 2-0 واحنا لسه الدقيقه 75 ممكن برينفورد يخطف جون وبعد كده يخطف التعادل ويصعب الماتش اكتر واكتر على مانشستر سيتي. بس من هنا بقى يجي دور عمر مرموش اللي نزل في الدقيقه 60 لو انت تفتكر، وبيب جوارديولا قال له انت اللي هتجيب الجون يا حبيب اخوك، وفعلا عمر مرموش ما يكدبش خبر ويقدر في الدقيقه 92 يسجل الهدف الثالث بطريقه ولا اروع من الاستلامه من الفينش ويقتل الماتش ويريح جوارديولا وياخد 3 نقط غاليين بالنسبه لمانشستر سيتي. وبالفوز ده مانشستر سيتي يفضل كابس على نفس ارسنال ويخلي الفرق بينهم 5 نقط. وما تنساش ان مانشستر سيتي عنده ماتش مؤجل هيلعبه يوم الاربعاء الجاي قدام كريستال بالاس اللي لسه جاي من تعادل قدام بيرلي بنتيجه 2-2، وكريستال بالاس ده برده واصل نهائي بطوله زي بطوله المؤتمرات، فمش هيبقى ماتش سهل على مانشستر سيتي، ان مانشستر سيتي لازم يكسبه عشان يخلي الفرق بينه وبين ارسنال نقطتين ويستنى اي وقعه على الارسنال. بس الماتش ده مش هيبقى سهل على السيتي، وافتكر من دلوقتي ان الماتش ده اللي هيضيع الدوري على مانشستر سيتي. ومن مانشستر سيتي بقى تعالى نختم جولتنا في الدوري الانجليزي بماتش ارسنال وويست هام. بص انا كل اللي فات ده انا كاتبه وعامل سكريبت، انا بقى هتكلم على ارسنال من غير ولا سكريبت ولا اي حاجه لان انا مش طايق الفرقه دي. انا عايزك تقول لي ايه الممتع في ارسنال ولا ايه اللي ارسنال بيقدمه عشان ياخد الدوري؟ هل بيقدم كره في الملعب؟ لا. هل عنده لعيب شايله وهو الحريف وبيجيب جوان ما بتتجابش؟ لا. طب عنده خط هجوم فتاك؟ برده لا. عنده خط نص ملعب فتاك؟ برده لا. ارسنال بالنسبه له الكوره عباره عن كره ثابته، مشاهد الاغراء بالنسبه لارتيتا هي الكوره الثابته وركنيه، بيروح بالليل كده يشغل الركنيات والكوره الثابته وانت عارف بقى. متفق معاك يا عم ان هما النهارده بداوا الشوط الاول قدام ويست هام كانوا ماسكين كوره ومضيعين 3-4 تجوان، والكوره بتيجي في العارضه من اليمين والكوره بتيجي من الشمال وانفراد بيضيعوا تروسارد وحتى انا جوي كيريس، انا فاهم كل ده، بس كل الكور دي بص على بدايتها هتلاقي بدايتها كوره ثابته. يعني فرقه بتنافس على الدوري بتلاعب فرقه بتنافس على الهبوط، ويبقى الفرقه اللي بتنافس على الهبوط دي هي اللي ماسكه كوره وهي اللي بتلعب كوره وهي الاخطر على المرمى. والجون اللي ارسنال جابه اصلا كان قبلها هو انفراد لويست هام، اللاعب ضيعه ما اعرفش ضيعه ازاي، فاتردت لتروسارد عشان يسجل الجون. ولما يجي فيك جون في اخر دقيقه في الماتش بنفس الطريقه اللي انت جايب بيها 20 جون الموسم ده بيتلغي، اصل ايه المهاجم خبط الحارس في وشه. طب ما ارسنال كل ماتش اللعيبه بتاعته بتطلع تحط على الحارس وبيحط الكوره في الجون ومحدش بيتكلم. فبجد والله فريق يعصب وفريق يضايق، مش ليه يعني ايه اللي هيحصل لو ارسنال خد الدوري بالمستوى ده؟ هيبقى اسوأ بطل في تاريخ الدوري الانجليزي. يا اخي ده ليستر سيتي لما عمل المعجزه كان بيلعب كوره احسن من كده. يا اخي ده ارن سلوت المالت ارن سلوت اللي موجود في المركز الخامس اللي حد بيحط عليه لما خد الدوري السنه اللي فاتت كان بيلعب كوره افشخ من كده 100 مره. وحتى عامل ما كانش بيلعب كوره حلوه كان عنده لاعب زي محمد صلاح كان شايله وكان مفير وكان هو اللي ظهر في الفريق، انما انت فرقه مالت مفيش اي حاجه. واللي يثبت لك كلامي ده اكتر واكتر لما بيتصاب لك الباك اليمين بتاعك في الدقيقه 25 بدل ما تنزل مثلا واحد زي موسكيرا اللي المفروض يبقى مساك بس بيلعب باك يمين، تقول لا انا هتحني انا هنزل زوباميندي وهرجع ديكلان رايس يلعب باك يمين، فتقعد الباقي من الشوط الاول كله خسران ديكلان رايس وخسران الباك اليمين بتاعك، فتيجي ما بين الشوطين تروح جنب مطلع كالافيوري وحاله سكيلي باك شمال ومنزل موسكيرا باك يمين
2 وبترجع ديكلان رايس في نص الملعب تاني. طب ما هي يا ابن الحلال، انت كنت نزلت مشكله من الاول كانت كل الدنيا دي اتحلت. فانا بصراحه اكتر فريق بكرهه في العالم هو ارسنال. يعني انا ما بكرهش الاهلي قد ما بكره ارسنال، ما بكرهش ريال مدريد قد ما بكره ارسنال. والله المفروض ارسنال لو خد الدوري السنه دي ما يتكتب لارتيتا، يتكتب لمدرب الكور الثابته، لان الراجل ده هو السبب بنسبه تتعدى 80% ان ارسنال ياخد الدوري. ارتيتا بيعمل ايه في الملعب؟ ارتيتا بيرص اللعيبه في الملعب يقول لهم هاتوا كوره ثابته، والمدير بتاع الكوره الثابته يقول لكم تحطوها ازاي. فين التدريب في كده؟ انا ممكن اعمل كده عادي، خالي ممكن يعمل كده عادي جدا. فرقه تحرق الدم والله. انا ما اتعصبتش كده في حاجه. انا الزمالك لما جاب جون واتلغى له الجون واتعصب عليه ضربه جزاء ما اتعصبتش بنفس الطريقه اللي متعصب بيها بارسنال كده، مع اني مش متعصب في الكوره اصلا، بس ارسنال عصبني بطريقه اللعب اللي بيلعب بيها، بالطريقه اللي بيكسب بيها، بان هو متصدر الدوري. ازاي متصدر الدوري؟ ازاي ده متصدر الدوري وواصل نهائي دوري ابطال اوروبا؟ ازاي ارسنال ازاي؟ نفسي حد يفهمني. بس في الاخر ما اقدرش اقول حاجه. انا عارف ان انا قلت كتير قوي بس ما اقدرش اقول حاجه. فريق موجود في المركز الاول في الدوري، فاضل له ماتشين، كسب الماتشين هياخد الدوري. هيلاعب بيرن الماتش الجاي وهيلاعب كريستال بالاس في اخر ماتش في الدوري. لو كسب الماتشين هو بنسبه 80% يكسبهم. فمبروك على ارسنال الدوري الانجليزي، وتبقى كارثه اكبر لو خد دوري ابطال اوروبا. وخلينا بقى نقفل بقى على الدوري الانجليزي خالص كده ونكون على جنب ونخش نشوف ايه اللي حصل في الكلاسيكو. ايه ده انت بتسالني انا رايح فين؟ انا رايح اتفرج على الكلاسيكو. ما الكلاسيكو لسه ما بداش، اخلصه بقى واجي احكي لك ايه اللي حصل. خلصت ماتش الكلاسيكو وجيت لك. بس قبل ما نتكلم على الكلاسيكو انا عايز اسال سؤال واحد بس. طب ما هو المنطق بينتصر اهو. ريال مدريد عنده مشاكل ومش شايف قدامه ولاعيبه غايبه، والناحيه الثانيه برشلونه مفاير ودخل قبل الماتش هو الاقوى وهو المرشح انه يكسب الماتش، وفعلا نزل اكتسح الماتش وكسب. وده كان المنطق والمتوقع اللي يحصل في الماتش، صح؟ ليه بقى المنطق والمتوقع ما اشتغلش معايا؟ طب ما انا نزلت لعبت الاهلي وانا اللي فايق وانا اللي مفاير وانا داخل الماتش اعلى من الاهلي ومفروض اكسب الاهلي، والاهلي مش شايف قدامه وعنده لعيبه مش هتلعب الماتش. ليه بقى المنطق اتغير المره دي وانا نزلت كلت بالثلاثه؟ طب ما هي يا ابن الناس، ولو كنت كسبت الماتش كنت خدت الدوري برضو. ايه الفرق بقى؟ الفكره ان ماتشات الكلاسيكو اخر فتره ما اعرفش مالها بقت ممله وما فيهاش اثاره، ومعروف السيناريو بتاعها من قبل ما تبدا وعارفين مين اللي هيكسب، عكس مثلا ماتشات زي ماتشات برشلونه واتلتيكو مدريد اللي بقى فيها اثاره اكتر، بقى فيها متعه اكتر، بقى فيها حتى اهداف اكتر وفيها شد اعصاب اكتر، وحرفيا بقت واحده من اقوى ماتشات العالم ماتش برشلونه واتلتيكو مدريد. ولو تفتكر لو انت قديم معايا انا بقول لك من ساعه ما بدات يوتيوب وانا بستنى ماتش برشلونه واتلتيكو مدريد اكتر ما بستنى ماتش ريال مدريد وبرشلونه. حاجه اشبه كده بان انا بستنى ماتشات الزمالك قدام بيراميدز اكتر ما بستنى ماتشات الاهلي قدام الزمالك، لان النتيجه والسيناريو بتاعها متوقع من قبل ما تبدا حتى لو الاهلي في اسوأ احواله. وموضوع قله المتعه والاثاره في الكلاسيكو بان قوي بنسبه كبيره في ماتش امبارح. برشلونه نازل الماتش مركز وعايز يكسب، والناحيه الثانيه ريال مدريد هو مش موجود في الملعب اصلا. فينيسيوس جونيور موجود مع الجماهير بتاع برشلونه، كل شويه يروح يقول لهم 15 دوري ابطال 15 دوري ابطال، ومش مركز خالص في الملعب. وعلى الناحيه الثانيه في خط الدفاع راؤول اسينسيو بيقدم اداء ارنى من الاداء اللي حسام عبد المجيد بيقدمه اخر فتره مع نادي الزمالك. فطبيعي الفريق اللي فايق ومركز ونازل عايز يكسب تلاقيه في اول 8 دقايق بيسجل هدف الاول، ومش باي طريقه، ده فاول ولا اروع، حط راشفورد في كورتوا في الزاويه اللي واقف فيها كورتوا. يعني اصلا في كميه حاجات كانت مستحيله تحصل حصلت في الجون ده. وانا عايز اقول لك ان ده طبيعي بتاع راش. انت بقى له معاكم موسم واحد بس، انا ما عارفش بقى اكتر من 10 مواسم وعارف راشفورد بيحط الجوان الصعبه والمستحيله، انما لو راح بانفراد وجون سهل بيضيعه زي ما انت شايف قدامك كده. وبعد جون راشفورد على طول في الدقيقه الثامنه بعدها ب 10 دقائق على طول برشلونه يسجل الجون الثاني عن طريق تاني اولمو في الدقيقه 18 بجون برده ولا اروع، وبرشلونه يخلص الماتش من بدري من اول 18 دقيقه ويبدا يلاعب ريال مدريد على الشناك. وتقريبا لو انا فاكر صح ريال مدريد ما كانش ليه غير كوره واحده خطيره في الشوط الاول وفي الماتش كله، الكوره اللي راح بيها جونزالو جارسيا مع الوينج اليمين وعملها بالعرض، بس تالق من جارسيا بتاع خط الدفاع يمنع فرصه هدف كانت هتخش في جارسيا حارس مرمى برشلونه. وبعد تهديد ريال مدريد ده يجي الانفراد بتاع راشفورد اللي لسه مكلمك عنه، راح منفرد من نص الملعب بسرعته ومحدش معاه، بس لما يحط الكوره في الجون حطها في كورتوا وطلعت ركنيه. وما افتكرش بعد الكوره دي حصل اي حاجه مفيده ولا اي حاجه على القيمه في الماتش. برشلونه مستحوذ طول الماتش، حتى الشوط الثاني كان واحد من امل الاشواط في تاريخ الكلاسيكو ما حصلش فيه اي جديد، وتنتهي المباراه زي ما كان متوقع بفوز برشلونه على ريال مدريد بنتيجه 2-0. بس كل اللي حصل في الماتش ده كوم، والستوري بتاع كيليان امبابي اللي نزله في نص الشوط الاول وريال مدريد خسران 2-0 ده كوم تاني. انت شارب ايه يا اسطى؟ يعني انت بتشجعهم ولا انت بتعمل ايه، ولا بتتريق عليهم ولا بتسف؟ انا مش فاهم والله العظيم. ده انت وش السعد قوي 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 على ريال مدريد يا عم كيليان امبابي. بتفكرني بواحد كده مش عايز اقول اسمه بيلعب في الفريق الغريب، من ساعه ما انتوا الاثنين رحتوا وجبتوا اجل الفريقين الارض. الصدفه الغريبه انك انت البطوله الوحيده اللي خدناها مع ريال مدريد كانت سوبر، وهو البطوله الوحيده اللي خدها مع الفريق الغريب كانت برضه سوبر. وبس كده كان فوز مستحق لبرشلونه على ريال مدريد، وفوز مستحق اكتر لبرشلونه بالليجا للمره 29 في تاريخه والثاني
تانية على التوالي لو انا فاكر صح. وغالبا دي اخر مره هنتكلم على الدوري الاسباني السيزون ده، لان خلاص برشلونه ضمنوا، وحتى الاربع فرق بتوع دوري ابطال اوروبا ضمنوا، برشلونه، ريال مدريد، اتلتيكو مدريد، وفيا ريال. فانديه الدوري الاسباني بقى تحضر للموسم الجديد، وفريق زي برشلونه لازم يحضر اكتر لدوري ابطال اوروبا، وشوف حوار الاتوبيس اللي كل شويه يقف في نص النهائي ده. وبس كده خلصت حلقه النهارده، واحده من امل الجولات اللي انا شفتها في حياتي على كل الماتشات. وانت كمان ما تنساش تقول لي في الكومنتات شايفها برده جوله ممله زي ما انا شايفها، ولا انت كان ليك راي تاني. وما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب وشير في القناه عشان يوصلك جدا بقى ان شاء الله، وتفعل الجرس. وللاسف الاسبوع الجاي مش هنزل حلقه عن الدوري الانجليزي، اللي انا هنزل حلقه على الدوري المصري بقى، ده اخر اسبوع، اسبوع التتويج باللقب. فلو عايزين ننزل حلقه يوم الجمعه الجايه نتكلم فيها عن الدوري الانجليزي واللي هيحصل في الجوله الجايه، يا ريت تقول لي في الكومنتات. وما تنساش في الاخر تصلي على النبي. السلام عليكم.